القطط في هذه اللحظة حسوا بقدوم الزلزال قبل ما يضرب بلحظات. قوة الزلزال كانت 6.1 درجة واللي دمر مطار كامل في الفلبين في لحظات. وفي مكان آخر في الصين ضربات هزة أرضية خلاتها التلاميذ يتخباو تحت الطاولات. وفي 2015 دمر الزلزال 600 ألف مبنى في نيبال. في هذا المقطع غادي تشوفوا معنا أقوى وأخطر الزلازل اللي تم التصوير ديالها من خلال كاميرات المراقبة في الشارع، وغادي تحس براسك كأنك مع دوك الناس في ديك اللحظة. وحاولوا تحسوا بقوة عظمة الخالق عز وجل وتشوفوا الناس كيفاش كيتصرفوا في ديك اللحظات المرعبة. إزمير هي واحد المدينة في غرب تركيا وثالث أكبر مدينة من حيث عدد السكان في تركيا، ولكن هذه المنطقة كتعتبر نشطة زلزاليا. وفي 2020 وبالتحديد في 30 أكتوبر ضرب زلزال بقوة كتراوح بين 6.6 و 7.0. وهاد اللقطات اللي كتشوفوا هي حقيقية ومن داخل أحد الشركات الإعلامية في قلب الزلزال. هنا كتبان اولويات هاد البنت اللي خطرت بالحياه ديالها باش تهز التليفون والصاك ديالها. وكنلاحظوا ان الاشخاص الاخرين في نفس المكان كيعيشوا حاله من الرعب واغلبهم ما عرفش كيفاش يتصرف في مثل هاد اللحظات. وسجل المرصد ديال الزلزال 1400 هزه، منها 43 هزه صغيره بقوه 4.0، بالاضافه لحدوث تسونامي اللي اثر في المدن الساحليه. في بدايه سنه 2022 ضرب زلزال بقوه 6.1 درجه مدينه يان الصينية، وصورات كاميرات المراقبة في جميع أنحاء المقاطعة تصرفات الناس في ديك اللحظة، بحال هذا القسم اللي كانوا التلاميذ ديالو كيقراو في أمان الله حتى ضرب الزلزال. ولكن هنا كنلاحظوا الوعي ديالهم من أول لحظة، وهنا كيبان الذكاء ديال الشعب الصيني اللي كيبان أنه كيتصرفوا وفق التعليمات اللي تلقاوها سابقا باش يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع بحال هذه المواقف، على عكس المثال السابق في تركيا. في 28 سبتمبر سنة 2018 ضرب زلزال بقوة 7.5 درجة أحد الجزر في إندونيسيا. الهزات وصل العدد ديالها ل 150 هزة، بالإضافة للتسونامي وصل الارتفاع ديالو ل5 أمتار. وهنا كنلاحظوا قوة الزلزال والرعب اللي عاشوه دوك الناس، وحتى الأرض اللي من تحت منهم كتبان أنها كتشق. الصراحة مشهد مرعب، وفي نفس الوقت كتبان قوة الزلزال من خلال كاميرات الأمن في الميناء. في 22 أبريل سنة 2019 زلزال بقوة 6.1 درجة ضرب مطار كلارك الدولي في الفلبين. الناس اللي كانوا في المطار كل واحد جمع الحقائب ديالو ومشى كيقلب على شي بلاصة منين يخرج، ولكن كاين اللي حصل منين بدا السقف ديال المطار كيهبط. مطار عامر بالمسافرين في حالة فوضى، كل واحد كيقلب كيفاش ينقذ راسو اللي معاه، وحتى رجال الأمن في المطار تلفوا ما عرفوش كيفاش يتصرفوا مع الوضع.
25 أبريل سنة 2015 ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة مدينة نيبال، وهذا الرقم راه كبير لدرجة أن المدينة توقفت بشكل كامل. وكان هذا الزلزال أسوأ كارثة طبيعية كتضرب البلاد من 100 عام، واللي زاد خلى الأمور تسوء أن الزلزال تسبب في انهيار جليدي على جبل إيفرست، الشيء اللي تسبب في وفاة 22 شخص بالإضافة لخسائر مادية هائلة وانهيار قرى بالكامل، وبالتالي تشردوا مئات الآلاف من العائلات. وفي مشهد تقشعر له الأبدان كتوثق كاميرات المراقبة لحظة وقوع هزة أرضية في أحد الطرق الرئيسية، وكيبان الناس أنهم توقفوا فجأة وتجمعوا وسط الطريق خوفا من انهيار المباني فوق الريوس ديالهم. وللأسف اللقطات اللي وثقتها الكاميرات ما كتوضحش مدى القوة ديال الزلزال، لأن في القرى النائية اللي كانت أكثر عرضة لهذا الزلزال ما فيهمش كاميرات مراقبة. في 2021 ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة شبه جزيرة تيبرون، واللي هي منطقة في جنوب غرب هايتي، وانتشرت تحذيرات تسونامي عبر الساحل هايتي. ولكن واخا كانت التحذيرات ما كانوش الناس قادرين يديروا شي حاجة تحميهم. كان هذا الزلزال أسوأ زلزال كيضرب هايتي من 2010، ومن أخطر الكوارث الطبيعية فات كان في 2021. كانوا الناس اللي خدامين في هذا المحل التجاري كيخدموا عادي بحال كل نهار، وفي لحظة ضرب الزلزال وكتبين كاميرات المراقبة مدى القوة ديالو. الزلزال بصفة عامة هو واحد من أخطر الكوارث الطبيعية اللي تقدر تتعرض ليها، واللي كيدمر مدن بالكامل في لمح البصر، واللي كيشرد عائلات وكيتسبب في وفيات وخسائر مادية. ولكن الإنسان ما يقدر يدير حتى شي حاجة تمنع هاد الزلازل، داكشي علاش خصو يتعايش معاها، خصوصا أن بعض المناطق كيكونوا الزلازل حاجة عادية فيها وكيكونوا الناس مستعدين ليها بشكل دائم، على عكس بعض المدن الأخرى اللي كيكون الزلزال فيها واحد الحاجة غريبة وأول مرة كتوقع. داكشي علاش قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وكتمنى الله يحفظني ويحفظكم من أي مكروه. وصلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. إلى اللقاء.